بتستخدم تليفون سامسونج وفعلا عايز تحافظ على بطارية تليفونك؟ اتفرج على الفيديو ده. اهم حاجة تحدث تليفونك لاخر تحديث 6.1 وتسحب البانل من فوق وتدوس على علامة السيتنجز او الاعدادات وتنزل لغاية اختيار باتري او البطارية، تدوس عليه. لما تدوس عليه هيظهر لك هنا اختيار جديد اسمه باتري بروتكشن او حماية البطارية. لما تفعل الموضوع ده هيظهر لك هنا اختيار تحت اسمه بيسك او الاساسي، تدوس عليه وبالشكل ده هيطلع لك 3 اختيارات: بيسك اللي هو الاساسي، وماكسيمم اللي هو الحد الاقصى، وفي النص حاجه اسمها ادابتيف. بيسك ده بيخلي التليفون يشحن لغايه 100%، ولو التليفون نزل 5% بس يعني وصل لغايه 95% وحطيته في الشاحن تاني يشحن مفيش مشكله. والاختيار اللي تحت خالص اللي هو الماكسيمم او الحد الاقصى، سواء انت كنت الصبح او بالليل هيخلي تليفونك يشحن لغايه 80% بس كحد اقصى. ودي افضل اختيار سامسونج بتنصح بيه الناس عشان تحافظ على البطاريه اطول فتره ممكنه. ويظهر بعد كده الاختيار اللي في النص اللي هو ادابتيف، وهو ميكس ما بين البيسك وما بين الماكسيمم. بمعنى اصح ان طول ما انت نايم بيخلي التليفون يشتغل ماكسيمم، يعني يشحن تليفونك لغايه 80% بس وانت نايم. لما تصحى على حسب استخدامك للتليفون بيخليه على البيسك، يعني يقدر يشحن تليفونك لغاية 100%. فمهم جدا عشان تحافظ على بطاريتك أطول فترة ممكنة تبقى عارف انت انهي واحد من دول. فهل بقى فعلا انت عارف طريقة استهلاكك للبطارية ولا زي حالاتي كده على الله حكايتك؟ وانا تامر. وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديدة.